بقول لك يا اسطى، شكل الاستاذ كده غايب ومش جاي النهارده، ما تقوم كده تسلنا تعمل اي حاجه. ايوه يعني اعمل لك ايه يعني؟ اقوم اتحزم وارقص لك يعني ولا اعمل لك ايه؟ بس كده يا صاحبي، عينيا ليك ده انت هتشوف الحاجه في الوجه. هو العبيط ده عم يعمل ايه؟ شكله كده الاستاذ غايب النهارده وهيقوموا يقبلوا، مع ان الاستاذ لسه جاي جديد في المدرسه. لحق يجيب والله حاجه حلوه، بيجيب من دماغه كده. المفروض تعجبوا تخصميه من مرتبه يا ست النظره. هتصدق افكر فيها برضه. بس خلاص كل اسكت، مش عاوز اسمع صوت حد. وكمان يا اولاد زي ما انتوا عارفين انا مدرس العلوم الجديد زي ما انتوا عارفين. طبعا عارفين برضه يا مستر، عارفين. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا ما بفهمش اي حاجه في العلوم، وعشان كده يا اولاد انا جاي ادرس لكم علوم مع اني بدرس جغرافيا. ما تخلونيش ازعل منكم، محدش يضحك في الفصل من غير سبب. حاضر يا مستر. ده انا بمشيئة الله مادة العلوم دي لعبتي. انت اللي قاعد وعمال تضحك زي اللعبة اللي انت. قوم اقف وجاوبني. حاضر يا مستر. هسألك سؤال. اسأل يا مستر. ودانك دي لازمتها ايه في جسمك؟ وداني بنسمي فيها نضارة يا مستر. ايه الحلاوة دي؟ جدع على الشاطر رعب. حبيبي يا مستر، ده اقل حاجة عندي. وطبعا زي ما انتوا عارفين يا اولاد انا الاستاذ العبقري الوحيد في المدرسة دي. محدش بيفهم في المدرسة دي غيري، اساسا محدش بيفهم خالص في المدرسة دي الا اني. وعشان كده يا اولاد انا هعمل لكم امتحان كل اسبوع وهسقطكم، فانا عارف ان انا لازم اسقطكم. عارفين ليه يا اولاد؟ عشان انا عطيتي ما بفهمش اي حاجة. بس خلاص يا عم، قطعت قلبي. لا فعلا انا بتكلم معاكم بجد، انا عبيط ما بفهمش اي حاجة خالص. يا سامبو كفاية خلاص والنبي ربنا يبارك لك. بالله عليك يا صاحبي كفاية كده. ليه بطل ليه؟ خليه يكمل، ما هو كده اخر يوم ليه النهارده في المدرسه. مالكوا يا جماعة اسكتوا ليه كده؟ ما تضحكوا وتفرفشوا كده الأستاذ العبيط غاب النهاردة. لا يا عم مش عبيط، ولو سمحت ما تقولش كده على الأستاذ بتاعنا. أنت يا حماطة اللي بتقول كده، ده أنت كنت لسه من شوية عمال تشتم فيه. لا يا عم أنت هتلبسني تهمة، أنا ما قلتش حاجة. أنت كداب أصلا يا سامبا، أنا ما قلتش حاجة يا عم. هو في يا اسطى مالك كده متلقلق ليه كده؟ في ان انت هتترفد النهارده يا ابن العبيطه. هذا في إيه يا باشا؟ أنت بتشتم المستر بتاعك؟ يا ده الله يخرب بيتك، اسكت بقى وبص وراك، بلاك صراحة تودينا في داهية. مالك فيها يا عم، انا مش هبص ورايا، انا حر. لا والنبي هتسمع عشان خاطري بص وراك. يا عم قلت لك مش هبص، انت مالك اصلا؟ انت مالك كده مرعوب كده؟ لا بص وراك هتسمع عشان خاطري، وبلاش صراحة واتكتم بقى. يا عم مالك كده؟ انت موطي صوتك ليه يا عم وخاف من ايه؟ يا جماعة مالكم تنحين ليه كده؟ ده حتى استاذ العلوم غايب النهارده، فرفش كده واضحكوا. ولا سامبو. يا حماصة انت بتبدأ وبتقلد لي صوت الاستاذ. يا عم والله ما انا اللي بندى يا عم، وبص وراك بقى. يا عم اللي وراك هو اللي بيندى بقى، فهم بقى ما تبقاش غبي. ايوه يعني مين اللي ورايا؟ ولا المستر الحقوني يا جدعان. بص يا استاذ انا ما كانش قصدي انت، والله ما كانش قصدي انت. ولا سامبو اشبعني يلا على قد المدير، قال انت عيل ما تطبلش. وعايز اغلى حاجة عندك يا مستر، انا اسف والله ما كان قصدي. يا مستر الواد ده كان بيقول عليك كلام وحش وضربني كمان يا مستر. انا ضربتك يا مفترية كذابة. مستر ضربني والفصل كله شاد يا مستر. والله يا مستر ما حصل ولا كلمت. حصل يا مستر، وشتمني انا كمان بالاب وبالام وبكل حاجه، اقول له استنى انا مستر. والله دول كدابين يا مستر. حتى انت حماصه ماشي يا عم. يا صاحبي معلش الواحد لازم يقول كلمه الحق، وانت عملت عمايل ما تتعملش الاستاذ غايب. معلش يا سامبو كلمه الحق ما تزعلش يا مستر، وشتمني انا كمان يا مستر. يلا هي جت عليا يعني، حتى انت فكرت تعملها فيا. معلش يا صاحبي كلمه الحق ما تزعلش. انت قاعد مش محترم، بتبان على قصر المدير على بال ما اجيلك. بقول لك ايه يا اسطى؟ ولا ما تهزرش معايا، انا استحاله ان انا اصالحك. مش عايز اسمع صوت حد خالص دلوقتي عشان ورانا امتحان. الحق يا صاحبي بيقول لك امتحان، انت مذاكر ولا ايه الدنيا؟ مذاكر يا صاحبي. وبعدين في يا عم انت بتسال ليه؟ مش احنا متخاصمين ومش عايز تكلمني؟ ما هو لا يا عم، ما خلاص احنا اتصالحنا يا عم، انا كنت بهزر معاك يا عم. اوزع عليكم الامتحان، كل واحد يبص في ورقته ويجاوب، مانيش عاوز اسمع صوت حيوان فيكم. ايه يا عم الاسئله دي؟ السؤال الاول، نيوتن لما وقعت على التفاحه كان لون الجزمه اللي لابسها ايه؟ يا سلام. السؤال الثاني، الحمله الفرنسيه اللي كانت على مصر اللي قام بها نابليون بونابرت كان مين القائد بتاعها؟ يا سلام. لا يا عم ما انت قلت يا عم. الاسئله دي ده الناس ده يجيبوا لنا المرض، هم عايزين يسقطونا ولا يا حماصه؟ يلا كده دخل علينا العيد ونبقى جبنا الكحك ووفرنا علينا فلوس. فاصل الامتحان سهل يا عم.
طب هات لي السؤال الاول يا حماس. يا اسطى والنبي يا اسطى وحياة ابوك وامك لا تجيب لي السؤال الاول والنبي يا اسطى. لا يا عم انت مش زعلان ومخاصمني؟ لا 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 يا عم مين اللي قال كده؟ الله يا اسطى بهزر معاك يا اسطى، ما بقاش قلبك اسود كده وحياة ابوك وامك لا تجيب لي السؤال الاول يا عم لان هروح بنصيبها وهصحى. هو مين الحيوان اللي صوته طالع ده؟ السامبا يا مستر. مش انا يا مستر ده كذاب. ما يسمعش صوت حد تاني، كله يبص في ورقته ما يسمعش صوت عشان هسقط اللي هيسمع صوت. حاضر يا مستر. يا اسطى وحياة ابوك يا اسطى بلاش فضايح اكتر من كده، لا تجيب لي السؤال الاولاني. حاضر يا عم خلاص بقى بطل صفر، خلي الاستاذ ياخد باله مننا بجد يا صاحبي. خلاص بقى يا عم هخليك تحل اللي انت عاوزه. حبيبي تسلم، هي دي برضه صعوبية. خد الورقة يا عم وانقل اللي انت عاوزه منها. شكرا يا اسطى حبيبي. ايوه كده بقى خلينا حل وعدي. يلا يا ولاد خلاص الوقت خلص، كله يجيب الورقه بتاعته. وانا كمان خلصت يا مستر. اجمع الورقه وحطها حماصه. حاضر يا مستر. مش عايز اسمع صوت لحد ما صحح الورقه اللي في ايدي. حاضر يا مستر. مالك يا اسطى شكلك قلقان ليه كده يا عم؟ ما تخافش انت في الامان. اول نتيجه يا ولاد ميمي 7 من 10. انت بنت فاشله طول عمرك، مانيش عارف هتفلح ازاي. بكار 6 من 10. يا صالحه يا اسطى ده ناجحين على الحركرة يا صاحبي، ده قدامهم كتير عشان يوصلوا لنا ويوصلوا للذكاء بتاعنا. حماصه والشامبو انت الاثنين صفر يا فاشل. الله يخرب بيتك وعمال تقول لي ما تقلقش ما تقلقش، ودتنا في نصيبة يا جدع. يا اسطى ده انا ابويا وامي لو عرفوا هينفخوني. وعمالين تتريقوا علينا، روح شوفوا الكحك اللي انت اكلته في الفرن عشان ما يتحرقش. صح وما تنساش السكر. عاجبك كده؟ معلش يا اسطى عدها الدور ده.